السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تفرجوا في الفيديو تاعي تاع اليوم. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا البنات، نحب من كل وحده فيكم تدعي لولد عمتي بالفرج ان شاء الله وبالصبر، ان شاء الله ربي يفرج عليه، ان شاء الله ربي يفك اسره، لانه هو انسان مليح بزاف وما يستاهلش، وربي يفرج. وقدر الله ما شاء فعل. لما يكون غير ابتلاء صغير ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله على كل واحد. هنا البنات هذو كانوا فيديوهات صورتهم من قبل، كما قلت لكم في الفيديو اللي فات كنت مسافره وبزاف بنات جابوا كانوا ثم خلاو لي في تعليقات وصح يعني جابوا وين رايحه. كنت رايحه انا وعند اختي، رايحه للجزائر، يعني رايحه انا وبنت خالتي عندها. بديت هنايا وصلنا لاسان تيفي تاع باتنا، يعني لقينا بلي البيس ما يديماريش من لاسان تيفي القديمه، حتى هزينا الطاكسي ورحنا لاسان تيفي جديده، ثم وين ريزيرفينا وديمارينا، يعني رحنا توكلنا على ربي سبحانه وديمارينا. انا ما نكذبش عليكم، كي وصلت للبيت كنت تعبانه وديجا ما رقدتش في الليل، وكنت ما كنوجد رقدت روطار ما با ساعتين نص وبكرنا. ما صورت لكمش في الطريق يعني. هنايا بعد ما وصلنا على جويه الوحده هذيك، كنا حبسنا هنا في واحد نديرو غير دي ساندويتش خفاف هكا نتغداو ونكملوا طريقنا. قلت لكم البنات هنايا تغدينا دي ساندويتش هكا خفاف انا وبنت خالتي. من بعد كملنا طريقنا. هنايا ساعه رحنا للحانوت، ساعه شينا شي حوايج هكا ناكلوهم في الطريق، يعني طريق طويله، قلنا نشريو حوايج هكا ناكلوهم كيش ما رجعنا، كيما شيبس جو. مهم من بعد توكلنا على ربي وكملنا طريقنا. واش راح نقول لكم البنات؟ ان شاء الله يا ربي يفرج على كل انسان، وان شاء الله اي انسان عنده ابتلاء في حياته يصبر برك، ان شاء الله يدعي ربي وما ينساش صلاته وما ينساش يدير ثقه في ربي سبحانه، وما نساوش انه اي حاجه نشكيو منها في حياتنا ندعيو برك ربي سبحانه هو اللي يفرج علينا، لانه الشكوى لغير الله مذله، يعني ما كانش قد واحد انه يشكي الهم تاعو لربي سبحانه، يصلي لربي سبحانه ويستغفر، مهما يكون ربي هو اللي راح يوقف معاك في اي ظرف تكوني فيه، اي مرحله تمري بها، حتى وتكون يعني صعبه بزاف. الدعاء ينقص بزاف البنات من هذوك الابتلاءات، والصلاه سيرتو الصلاه هي اللي تنقص عليك مهما تكوني تمري بواحد ظروف صعبه، ولا بصح ربي كي تدعي له يعني تقصديه ما راحش يردك هكاك، راح يعاونك وراح تلقاي ديما تحسي يعني، وتحسي ديما بلي ربي راهو معك، يمد لك هكا اشارات، ديما تحسي بربي سبحانه معاك في كل خطوه تخطيها ان شاء الله. قلت لكم البنات ما نساوش ندعيو في كل صلاتنا، ندعيو ربي سبحانه، وربي يفرج على كل انسان ان شاء الله، ربي يفرج على كل واحد، ربي يعمر حجر كل واحد، وربي ينور حياتكم كامل ويعطيكم ما تتمناو. وهنا يا البنات كنا وصلنا للجزائر. هنا كان الوقت 4:30 تاع العشيه. ميما جينا نوصلوا لاسان تيفي طولنا بزاف الطريق، لانه كانت سيركيلاسيون بزاف هنايا. المهم كملنا طريقنا وحتى وصلنا لاسان تيفي. هنا راني صورت لكم اجواء كيما لقيتها هنا البنات. هذا المسجد الاعظم صورته لكم.
حاولت نصور معاكم كل شيء لحظة بلحظة. سيرتو البنات اللي حبوا لي فيديو ويعني وتواصلوا معايا قالوا لي توحشنا بزاف لي فيديو تاعكم. صافي بليزير يكونوا عندي بنات يتبعوني ويحبوني، وانا ثاني نحبكم وانتم راكم اخواتاتي. ان شاء الله ربي يحفظكم ويعطيكم ما تتمنوا. هنا البنات وصلنا لسان تي في ديريكت. ود ما وصلنا كان راجل اختي يستنى فينا. مي اختي ما تقدرش تجي على بالكم، راهي عندها طفله صغيره يعني نوفوني ما تقدرش. المهم البنات هنايا صورت لكم مع الليل هكا كنا في الطريق رايحين. وهنا بعد ما وصلنا لدار اختي ما شاركت معكم كيما لقيت ولد اختي الصغير رسلان. نسيت ما صورتش من هنا كي صورت لكم البنوته الصغيره راسي ربي يحفظها تهبل كبرت ما شاء الله عليها. هنايا بعد ما وصلنا ديريكت ودات لنا اختي الصينيه تاع الحليب والقهوه، يعطيها الصحه. استقبلتنا احسن استقبال مع انها تربي وتسمع عندها طفله صغيره وتسمع وريسلان مي قامت بالواجب واستقبلتنا احسن استقبال. نقولها ربي يحفظك، شكرا ربي يعطيك ما تتمنى. وهنا البنات كان حدا دارها عرس. قلت نصور البنات كنا نطلعوا على الباركون البنات جيرانها دايرين عرس ما شاء الله. عرس البنات يهبلوا. صورت لكم شويه. بعدها حبيباتي هنا اختي حطت لنا العشاء. كان درت لنا واحد الجلبانه بنينه عسل وجت بنينه. البنات يعطيها الصحه ان شاء الله. ومع البنات راهي ما عندهاش لما يعني راهي رحله جديده. المهم مي ماكلتها بزاف بنينه. وبعدها البنات هنايا ثاني خرجنا نسمعوا يعني العادات نتاعهم ما شاء الله والتقاليد تاعهم كيفاه يغنيو وكيفاه لومبيونس تاعهم ما شاء الله. صورت لكم شويه ضفت لكم مقتطفات. وهذا البنات احنا حسبناه نهار العرس مي هو ماهوش نهار العرس، هذا غير نهار الكبش. نورمالمون هذا كيما يقولوا نهار الكبش. كل واحد العادات والتقاليد تاعهم. المهم حاولت نفيلمي لكم شويه تتفرجوا مثاني. قبل ما وصلت جويه العشرة هذيك تفرجنا المسلسل تاعي اللي موالفه نتفرجوا. بعدها البنات لعبنا شويه مع راسي البنوته الصغيره ورحنا ديريكت نرقدوا. كنا تعبنا بزاف من طريقتنا اختي روبوزي. وغدوه ان شاء الله اذا راكم مهتمات نشارك معكم وين رحنا وش درنا. ومع السلامه.